ازاي تعيش اطول وبصحة احسن، العادات اللي بتفتح السر للعمر الطويل. من الاخر، ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ النهارده هنجاوب على سؤال مهم جدا، ليه في ناس بتعيش اعمار طويلة بصحة ممتازة وناس تانية تلاقيهم في ال40 وال50 بدأوا يعانوا من امراض كتير؟ السر مش بس في الجينات، السر كمان في العادات اليومية. يعني يا دكتور فعلا العادات اليومية تفرق في العمر؟ ايوه، وده مثبت علميا. في دراسة ضخمة اتعملت على مئات الألوفات الناس، لقوا إن الناس اللي بتحافظ على عادات صحية يومية ممكن يعيشوا من 7 ل 10 سنين زيادة بصحة كويسة مقارنة بالناس اللي ما بيعملوش كده. طب ايه اهم عادة، الاكل ولا الرياضة؟ بص، مفيش حاجة اسمها عادة واحدة تكفي، هو كوكتيل عادات. لكن خلينا نبدأ بالأكل. لو عاوز تعيش أطول، قلل من الأكل المصنع، المقليات، الأكلات الجاهزة، وطبعا السكريات. زود الخضار والفاكهة، بروتين النضيف، دهون صحية زي زيت الزيتون والمكسرات والأفوكادو. واحدة من أهم حاجة الدراسات دي بتأكدها، الأكل بالاعتدال. يعني ما تشبعش نفسك 100% بعد ما تاكل، خليك شبعان 80% بس. يعني ايه يا دكتور اشبع 80% بس؟ دي عادة موجودة في الناس في اليابان في منطقة اسمها اوكيناوا، واللي عندهم أطول متوسط عمر في العالم. عندهم مقولة كده ترجمتها بتقول كل لحد ما توصل ل 80% شبع، وده بيقلل الضغط على الجسم، بيحافظ على الوزن، ويقلل من الالتهابات المزمنة اللي ممكن تسبب أمراض زي السرطان والألزهايمر. طب والرياضة؟ الرياضة مش بس للعضلات، دي للدماغ وللقلب وللمناعة كمان. الناس اللي بتمارس نشاط بدني 150 دقيقة في الأسبوع، يعني نص ساعة 5 أيام في الأسبوع، بيقللوا خطورة أمراض القلب والسرطانات بنسبة 30 ل 40%. وعلى فكرة مش لازم جيم ولا حديد، المشي السريع يوميا يعتبر دواء. وعاوز أقول لكم على حاجة مهمة، حتى إنك تقوم تقف وتتحرك في مكانك بعد جلوس طويل برضه بيساعد وبيقلل مخاطر الجلوس. طب والنوم ساعات بنهمله. النوم واحدة من أخطر العادات اللي الناس بتستهون بيها. قلة النوم بتزود خطر مرض السمنة، مرض الضغط، الألزهايمر، وحتى بعض السرطانات. المطلوب من 7 ل 8 ساعات نوم كل يوم وبجودة كويسة، مش مجرد عدد ساعات. واديك سر صغير، نام في أوضة ضلمة، ابعد الموبايل عنك على الأقل ساعة قبل ما تخش تنام، وحافظ على روتين ثابت في النوم. طب التوتر له علاقة؟ التوتر ده عدو الخفي للعمر الطويل. الكورتيزول العالي باستمرار بيكسر الجسم ويضاعف المناعة ويكسر التيلوميرز، دي الحماية اللي على أطراف الكروموزومات واللي أسرها مرتبط بمرض الشيخوخة. الصلاة والتأمل، التنفس العميق، أو حتى خروج والمشي في الطبيعة، كل ده بيقلل التوتر ويحافظ على شباب الخلايا. طب ايه موضوع العلاقات الاجتماعية؟ في ناس تقول انها مهمة جدا للصحة. وده صحيح جدا. في دراسات طويلة المدى من جامعة هارفارد ماشية بقالها 80 سنة وشغالة لحد دلوقتي، لقوا إن جودة العلاقات الاجتماعية أهم من الفلوس والشهرة في الاحتفاظ بالعمر الطويل. الناس اللي عندهم دعم اجتماعي قوي تتأخر عندهم ظهور الأمراض وبيعيشوا بصحة نفسية وجسدية أحسن. يعني كده يا دكتور العادات اللي بتطول العمر هي أكل صحي ورياضة، نوم وتقليل التوتر، وعلاقات كويسة، صح؟ بالظبط كده. في شوية حاجات صغيرة كمان بس تأثيرها كبير، شرب المية الكفاية، متابعة دورية مع دكتور، خصوصا ضغط وسكر وكوليسترول، تجنب التدخين وشرب الكحول، واهم حاجه يكون عندك هدف في الحياه. الدراسات كلها بتقول ان الناس اللي عندها purpose او هدف في الحياه بيعيشوا اطول وبصحه احسن. الخلاصه يا جماعه، رحله العمر الطويل مش مجرد رحله حظ، دي رحله اختيارات يوميه كمان. وممكن تبدا النهارده بخطوات صغيره، تنزل تتمشى نص ساعه او تقلل السكر في الشاي والقهوه، ومع الوقت التغييرات الصغيره دي هتعمل معاك فرق كبير. قولوا لي بقى في الكومنتات، ايه اول عاده هتبدا بيها من النهارده عشان تفتح سر العمر الطويل؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده ازاي تعيش اطول بصحه احسن، العادات اللي بتفتح سر العمر الطويل. من الآخر.